اصور هالفيديو ولا اتكلم عن هالمسلسل والالفاظ المسخره اللي قاعد تصير فيه، لكن تطلع ممثله من طاقم العمل بهالمسلسل وتطلع بفيديو وبحط الفيديو مالك من غير لا اغبش وبقول اسمك، تطلع وتقول عن الناس اللي انتقدوا انهم منافقين وتفكيرهم قديم. لا، كلام الناس وانتقادهم على المسلسل والمسخره اللي فيه تاج على رؤوسكم كلكم، رضيتوا ولا رضيتوا؟ كلنا انتقدنا من قبل شارع الهرم ودفعه بيروت ودفعه القاهره ودفعه الحين لندن، عقبال ان شاء الله دفعه مردي والهوى شرجي. المشكله انها تطلع ممثله من العمل واسمها ليلى عبد الله، ونحترم اخواننا في لبنان والممثلين اللبنانيين، وانت كونك لبنانيه على العين وعلى الراس، لكن تبين تجبريننا ببيئتك وبيئه ديرتك على الكويت؟ لا انت ولا عشره. لا حتقول عني عنصري، انا اصلا اكثر واحد احب لبنان واموت فيها، لكن تسوون شيء شاذ على مجتمعنا وتقولون هذا المجتمع تحت اسم الكويت. لا، طلعت هالممثله وشنو قالت؟ شوف، اغراضنا كاغراض بنات ما يصير نقول حرام عيب، كل شيء بالخشوة، كل شيء كذي يعني ما ينقال. انا اشوفه مبالغه بالنفاق صراحه، يعني انا كل مره قاعد اشوف نفاق زياده وزياده. المشكله يا ليلى ان انت براسك مو قادره تقولين الكلمه اللي قلتيها بالمسلسل وسميتيها اغراض حريم ولا اغراض ولا لبس حريم. ليش ما قلتيها؟ انا احس ان الكلمه ما فيها شيء. الرؤيه اللي مسوينها على دفعه لندن انه شلون اللي قماشه رافع محمد شلون قالت الكلمه هذه. انا ما اشوف انه فيها شيء غلط. اغراض البنات اغراضنا احنا كلنا، مو عيب. اذا هي على قولتك عاديه وبغيتوا تقطعون راسنا، ليش انت ما قلتيها؟ مو لانه عيب؟ وبعدين قلتي ان هذه المصطلحات تصير بين البنات. صح كلامك، لو كانت تصير، انا ما ادري عن البنات وقعداتهم، لكن لو كانت تنقال هالكلمه التلفزيون